من جديد عادت قاعة الشعب تحتضن الفعاليات الرياضية بمختلف صنوفها بعد أن لازمها المرض لفترة ليست بالقصيرة لتنطلق بقوة وتجمع الفرق فيما بينها. فتزامنا مع افتتاحها أقام الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة مباراة كأس المثابرة بين فريقي الكهرباء والكرخ. الأصفر الكرخي شق طريقه بنجاح في بادئ الأمر، لكنه لم يكمله، إذ قطع الكهربائيون هذا الأمر وأخذوا يسجلون النقاط الواحدة تلو الأخرى ليهيمنوا على مجريات الفترة بأكملها بنجاح بنتيجة 25 نقطة مقابل 11 نقطة. الفترة الثانية أراد المتأخر تعويض ما فاته في الفترة السابقة. الروحية العالية والتركيز الصحيح للاعبي الكهرباء في تسجيل نقاط كانت هي الأكثر، ما أوقفت مبتغى الأصفر الذي لم يستطع أن يخرج بانتصار بهذه الفترة. نتيجة الفوز تشير بأسهمها للكهرباء ب50 نقطة مقابل 28. الفترة الثالثة تغيرت فيها أوضاع الأصفر الذي عمل بكل طاقاته وإمكانياته محاولا تقريب المسافة، وفعلا كان لهم هذا. الأبيض الكهربائي أخذ يتوجس بالخطر، ما رفع من مستواه أكثر من حيث حرصه على تسجيل النقاط وتماسك خطوطه ليكرر نجاحه بهذه الفترة ب71 نقطة مقابل 53. حال المتقدم بات بنفس الوتيرة بالفترة الرابعة والأخيرة. النشاط والهمة رافقاه، إلا أن هذا لم يمنع الكرخيين من مواصلة مشوارهم بانسيابية عالية الأداء. آثارهما بدأت تظهر بوضوح من التقارب بالنتيجة والأداء، ما جعل هذه الفترة تكون فيها كل عوامل وعناصر الإثارة والتشويق بين الفريقين. الأبيض ملأ سلته بنقاط وفيرة كانت كفيلة بخروجه بانتصار بهذه المباراة رغم تقارب النتيجة ب87 نقطة مقابل 83. أنوار وقوة فريق الكهرباء بقيت مستمرة طيلة الفترات الأربع بمباراتهم أمام خصمه الكرخ، ما فتحت لهم أبواب الانتصار لكأس المثابرة الذي خطفوه وأضافوه إلى خزانتهم مع كأس الدوري. زيد غالب، العراقية الرياضية، بغداد.